هذا الحشد الكبير ذكرني بأيام انتصارات المسلمين الكبرى واجتماعهم، وأنا على المستوى الشخصي ذكرني بمشهد ميدان التحرير لما كانت الثورة المصرية في انتصارها والأعلام مرفوعة. أسأل الله أن يرفع أعلام الإسلام في كل مكان إن شاء الله. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عبد الله بن مسعود: حبل الله هو القرآن الكريم. فعلينا جميعا أن نعتصم بالقرآن الكريم وأن نتمسك بالسنة وأن نعمل على وحدة الأمة لتتقدم وتقف ضد أعدائها الذين يتربصون بها الدوائر. للأسف العالم الغربي الذي يدعي التحضر والديمقراطية يقف مع انقلاب عبد الفتاح السيسي. قتل السيسي الناس في ميدان رابعة وسجن الرئيس وسجن الوزراء. يوجد في مصر الآن أكثر من 60,000 معتقل وقرابة 100,000 مطارد. لم يجد المصريين من يفتح لهم ذراعيه في العالم العربي إلا قطر، وفي العالم الإسلامي إلا تركيا. والحمد لله أن تركيا نجحت في دحر الانقلاب الفاشل، وإلا كانت تركيا ستكون في مثل عبد الفتاح السيسي الآن. الرسالة القصيرة: هذا الاجتماع لا ينبغي أن يكون اجتماع للأبدان، وإنما ينبغي أن يكون اجتماع للقلوب. وأنا سعدت لما سمعت شكر السيد الرئيس رجب طيب أردوغان لحزب الدعوة لحزب الهدى لما وقف مع تركيا، وأنا بدوري أيضا أقدم الشكر لحزب الدعوة ولحزب الهدى، وأقدم الدعوة لكل أحفاد صلاح الدين. في هذا الاحتفال نجد مئات الآلاف من محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد ضيوف قد توافدوا من كل دول العالم الإسلامي لكي يشهدوا هذه المناسبة الطيبة والكبيرة. رأينا حزب الهدى وجماعة الدعوة هنا يقيمون هذا الاحتفال الكبير، ووجدنا تواجدا كبيرا لعموم المسلمين محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتماع الكبير يذكرنا بأن الأمة الإسلامية أمة كبيرة وعظيمة وذات تاريخ، ولا بد لها أن تتحد، ولا بد لها أن تلتقي في مثل هذه المناسبات. لا بد لها أن تتناسى الخلافات، لا بد لها أن تتقدم نحو الوحدة ونحو الصف الواحد ونحو الجسد الواحد. هذه هي رسالة هذا المؤتمر الكبير. في هذا الاحتفال هو يتحدث أو عنوانه نبي الحق والعدالة. نعم، ما أحوجنا في هذه الأيام لتحقيق العدالة في هذا العالم الذي غابت فيه العدالة وغابت فيه حقوق الإنسان، ووجدنا حروب تشن على الأمة الإسلامية واتهامات تلقى على الأمة الإسلامية بتهمة الإرهاب وغيرها، ونقول أن الإسلام بريء من كل هذه الاتهامات، وأن دين الإسلام هو دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هي أمة العدالة وأمة الحق، هي الأمة المنصورة، والتي ينبغي على العالم كله أن يعلم أن أمة الإسلام هي أمة الحق والعدالة وليست أمة العنف والإرهاب كما يسوق هؤلاء ويريدون أن يتهمونا ظلما وعدوانا. في هذه اللحظات يقبع الرئيس المنتخب لمصر الرئيس محمد مرسي ظلما وعدوانا خلف السجون ويتهم زورا. نجد أن هناك آلاف الأحرار، ما يزيد عن 60,000 مواطن مصري يقبعون في السجون ظلما
ونجد الشعب المصري يرفض ذلك، وقد قتل منه في ميادين رابعة وغيرها آلاف المصريين ظلما وعدوانا، ولكن الشعب المصري يصر على أن يسترد حقوقه ويسترد شرعيته وأن يستنقذ أسراه من داخل السجون. لا شك أن النظام المصري قد قمع الشعب ويريد أن يغيب أحلام وطموحات الأمة، ولكننا على يقين جازم بأن الشعب المصري والشعب التركي الملهم بما نرى في هذه الاحتفالية الكبيرة وما نرى من هذه الملايين التي تتجمع في هذا المكان تعطي رسالة للشعب المصري أن أمتنا لا يمكن لها أن تنهزم ولا يمكن لها أن تنكسر، ولا بد للشعب المصري كما رأى الشعب التركي الآن يتجمع في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى الشعب التركي أيضا يتجمع لرد عدوان الظلمة والمجرمين الذين يريدون أن يمزقوا أمتنا ودولنا. نقول لهم نحن أمة لا بد لها أن تتكاتف ولا بد لها أن تتحد وأن تكون جسدا واحدا. لذلك نحن نقول لشعبنا في مصر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله عز وجل معكم وناصركم ومؤيدكم بإذن الله تعالى. الحشد حقيقة مؤثر، ويكفي أنه تحت راية محبي النبي صلى الله عليه وسلم وشعاره الحق والعدل، محمد رسول الحق والعدل. فهذا الأمر مؤثر جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو داعية الحق وداعية العدل. الحضور عدد كبير جدا، واضح أن الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل هذه المنطقة متمسكون بالإسلام ومتمسكون بدينهم. والله كما قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمة الإسلام كانت قوية يوم أن توحدت، وكانت قوية يوم أن تمسكت بدينها وبشريعتها. لما جاء الاستعمار فرق المسلمين تحت رايات قومية وتحت العلمانية وغيرها. لا حل لأمة الإسلام إلا بأن تتمسك بدينها وشريعتها، وأن تعتصم بحبل الله، وأن تتوحد وتترك الرايات الجاهلية. الكلمات التي سمعناها هنا كلها تؤكد أنه لا حل إلا بأن يتمسك الناس بالإسلام، وأن الإسلام فيه الحل، وأن الإسلام يعترف بالتنوع الموجود لكل القوميات واللغات، لا يخوض مشاكل جاهلية. الإسلام يقر للناس بأن تتكلم بلغاتها، ولكن الدين عند الله الإسلام. والذي لمسناه هنا أن الناس متمسكون بالإسلام. والله نحن أول من خلال ما لاحظنا في هذا الحضور، لاحظنا أن أول الأعداد كبيرة جدا التي جاءت إلى هذا المكان، فيها الرجال والنساء والكبار والصغار، وكلهم هتافهم واحد، راياتهم واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما أكد لنا أن هذه الأمة لا تلتقي إلا على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الاعتصام بدين الله هو الحل. أشعر أنني أنتمي إلى أمة واحدة لا يفرقها لون ولا لغة ولا اتجاه ولا أرض. أشعر كأنني في مكة المكرمة، وكأنني أطوف مع المسلمين جميعا حول القبلة. يجب أن تتوحد القلوب، ولن تتوحد القلوب إلا إذا توحد الفكر والعقل. على الأمة أن تقرأ، وعلى الأمة أن تتواصل، على الأمة أن يعرف بعضها بعضا، على الأمة أن تعرف عادات بعضها، وأن تعرف لغات بعضها، وأن تعرف وتركز على ما يجمعها وتبتعد عما يفرقها. لهذا دور العلماء مهم في جمع وحدة الأمة. أقول الأمة إذا تذكرت الأمة أنها
أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتتذكر رسالته فتستيقظ لتحقيق هذه الرسالة. على الأمة أن تستيقظ. الأمة فيها الخير الكثير ولكنها تنام، فعليها أن تبدأ باليقظة، وأول اليقظة يقظة عقلها.